بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين ومشاهدي الخطيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وعرض جديد. وحشتونا. النهاردة احنا مع بعض في المهندسين، شارع السودان، شارع حيوي، شارع رئيسي، وجنبنا كمان شارع أحمد عراب. العرض اللي معانا النهاردة تجاري. معانا محل رخصته سارية، مطعم رخصته سارية، مساحته حوالي 160 متر، مجهز. العرض ده للبيع او للايجار. تعالوا نشوف المطعم وتفاصيله من جوه والمساحه، وبعد كده نتكلم مع بعض في موضوع سعر الايجار وسعر البيع. وهنحط لكم لو نسينا يعني تفاصيل، هنحط لكم الكلام ده والمعلومات دي كلها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. بفكركم اعزائي المشاهدين، لو عندك عقار تجاري او سكني او صناعي او زراعي، ايا كان نوع العقار، ومحتاج تبيع او تؤجر، ما تترددش، اتصل بينا، هنجيلك في زيارة، ممكن نظبط لك سعر السوق، عندنا خبير مسمن. ممكن لو عندك مشكلة قانونية في الأوراق الملكية، عندنا مستشار قانوني يظبط لك الأمور. لو عندك الحمد لله عندنا تيم كامل جاهز، بنقدم خدمة عقارية راقية على أعلى مستوى. هنيجي نعمل شغلنا ونسهل لك أو نسرع لك عملية البيع أو الإيجار. يلا بينا نتفرج على المحل من جوه. هنبدأ. المحل واخد ناصية صريحة على شارع السودان. هنا ده ناصية ممر. طبعا بسم الله ما شاء الله، في بره 3 باكيات، وجوه 1 2 3 4 5 باكيات. المساحة كبيرة 160 متر، زي ما قلت لحضراتكم مرخص والرخصة سارية. تعالوا نبدأ من هنا. دي الصالة. تمام. دي من جوه لبره الصالة برضو. ده أعزائي المشاهدين ده جاهز بيع أو إيجار. هنقول لكم برضو في صندوق الوصف كل التفاصيل دي، لو احنا ما ذكرناهاش واحنا بنصور. هنا في مدخل صغير كده هندخل، بيبقى فيه في وشك حمامات. ادي 1 ادي 2 من حوض. تمام. هنا مطبخ او قسم المشروبات. طبعا اخواتنا اللي شغالين في مجال المطاعم هيكونوا عارفين اكتر مننا. المكان كان شغال بقوة. ورجعنا لكم بعد الأذان وبنكمل معاكم. احنا كنا هنا في الجزء الخاص بالمشروبات. هنخرج تاني عشان نكمل. رجعنا للصالة. هنا الجزء التاني ده فيه حمامات تقريبا سيدات جير. ده منظر القعدات بالترابيزات. بفكركم أعزائي المشاهدين إن الرخصة سارية، رخصة مطعم سارية. تعالوا نشوف الباكية اللي جاية دي. ده المطبخ عفوا. مساحته لا بأس بها. المدخنة موجودة، معدات جاهزة اهي كاملة. الهود أو المدخنة
والحوض مستانلس، ترابيزة التجهيز، الثلاجات، المطبخ تقريبا كامل متكامل، بس هيحتاج طبعا صيانة، في غاز طبيعي. وهنا ده الجزء الترفيهي، ممكن ده بقى الكيدز اريا ولا حاجة. هنا عندك في بلياردو، او حسب بقى الادارة الجديدة هتخطط وهتعمل ايه. ده برضه جزء صغير ينفع تعمل حمام. هنا في أوضة أعتقد كان بلاي ستيشن، عبارة عن بارتيشنز أهي، أهي الباكيات أهي. الضلمة دي والأجواء المعتمة دي كده بلاي ستيشن، أهو في مكان الشاشات أهو. نطلع بقى من المكان المعتم ده على الباقي. وبكده كنا قلنا لكم بالتفصيل المساحات والتفاصيل بتاعة المساحات. المكان حلو والمشروع جميل وواعد، بس طبعا بيحتاج إدارة كويسة وتسويق ودعاية، وإن شاء الله يبقى فيه رزق واسع للي هيجي سواء مستأجر أو مشتري. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة. نرجو أن يساعدكم هذا العرض على اتخاذ قرار بالشراء، ونوصيكم بدعم القناة. من فضلك اشترك وفعل الجرس، سجل إعجابك بالفيديو، اترك لنا تعليقا، وشارك فيديوهات القناة مع أصدقائك. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.